السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة إبداعات ندى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تخزين الكوسة أو الاحتفاظ بالكوسة في الثلاجة. إزاي أحافظ على الكوسة تفضل خضرة عندي وما تبص معايا أطول فترة ممكنة، يعني ممكن تقعد معايا أكتر من أسبوع. الطريقة بسيطة جدا، هنشوف هنعمل ايه. شايفين أنا جايباها، أنا مرضتش أطلعها من الكيس عشان أوريكم ايه اللي بيخليها تبوظ بسرعة. شايفين هي طلعت ندى ازاي، عرقت ازاي، وطلعت مية في الكيس. هو ده بقى اللي بيخليها تبوظ، الميه دي هي اللي بتخلي اي خضار عندي يبوظ. انا هوريها لكم اهي، شايفين عامله ميه على وشها، وكمان الكيس عامل ميه من جوه. دي بقى يومين 3 وتلاقوها اصفرت وباظت بسرعه. طيب احنا هنعمل ايه عشان تقعد عندي فتره ممكنه؟ انا هجيب بس استقيم كده بصينيه عشان احطها عليها، نتخلص بقى من الكيس اللي فيه ميه ده مش عايزينه. الكوسه اللي مبلوله دي بقى هعمل فيها ايه؟ حاجه من الاتنين، يا اما عندي هجيب المناديل المطبخ دي وانشفها بيها، او اجيب فوطه مطبخ عاديه وابتدي امسح الميه اللي عليها دي عشان مش عايزاها تبوظ معايا، سواء كده او كده. نشوف الاسهل لنا. ممكن اهو انشفها بس كده من الميه عشان اما اجي احفظها في التلاجة ما تبص معايا بقى. طب هنحفظها ازاي؟ الطريقه سهله جدا. انا هجيب بقى ايه، ننفذ على طول عشان ما نضيعش ايه في الوقت بتاع الايه الفيديو. هجيب عندي اي علبه بلاستيك زي كده. لو انت ما عندكيش علبه بلاستيك ممكن تجيبي كيس بلاستيك عادي خالص. والبطل بتاعنا النهارده اللي هي المناديل الورقيه دي بجيبها افرشها هنا. لو ما عندكيش مناديل، هي موجوده دلوقتي ومتوفره في كل بيت، بس البديل ليها ممكن تحطي ورق مجلات او ورق كراريس ابيض، بحيث ان الورق ده بلاش ورق مجلات وجرايد عشان الحبر اللي عليه، ورق كراسات او ورق ابيض برضه هيمتص الميه اللي هتطلع لي من او البخار الميه اللي هيطلع من الكوسه، وبرضه هيأدي نفس الغرض يعني. واحطها كده وارصها بالشكل ده، انشف الميه منها. لو انا جايباها ناشفه بقى هشيلها على طول، مش هعمل الخطوه دي اهو. ونرصها كده زي ما احنا شايفين كده. بقى سيبيها اسبوع 10 ايام ان شاء الله مش هيطلع اي حاجه. بين كل طبقه وطبقه كده بعمل ايه، بحط مناديل. يعني انا كل ما هخلص طبقه هحط ايه مناديل. يعني انا بعد ما اخلص الطبقه دي هغطي كده واحط تاني. ماشي، هكملها كلها بقى. شايفين اهو كده انا رصيتها كلها، وبين كل طبقه وطبقه حطيت مناديل مطبخ. في الاخر برضو كده هغطيها بالمناديل نفس الحكايه، واجيب الغطا بتاعي العلبه واقفلها كده ونحطها بقى في التلاجة. بتقعد عندي بالاسبوع في التلاجة، مش بيجرالها الورق ده بيمتص. ممكن بعد 3-4 ايام اطلعه واغير المناديل لو انا لقيتها مبلوله. دي نفس الطريقه اللي بحفظ بيها الخضره والخيار، بنفس الطريقه كده بيقعد لي الخضار اطول فتره ممكنه وما بيبص معايا. واتمنى تكونوا استفدتوا معايا وعرفتوا ازاي تحافظوا على الكوسه انها ما تبص اطول فتره ممكنه. وان شاء الله لو انتم مش مشتركين على القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس لو انتوا اول مره تزورونا، واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، وتصفحوا القناه ان شاء الله هتلاقوا فيديوهات تانية هتعجبكم كتير. وتابعوني على قناه التانية بيتك وجمالك، ان شاء الله هتلاقوا عليها حاجات جميله، وهنزل لكم برضو فيها وصفات جميله للجمال والمراه والبشره والعنايه بكامل الجسم. اتمنى تتابعوني عليها، واسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.